الاهلي يقسو على الزمالك بثلاثيه نظيفه. حاجات كتير كده الواحد خد باله منها. تبديلتين فيريرا الاولانيين بتاعت عمر جابر وبتاعت الزناري انا مش فاهمهم، وقسما بالله العظيم ما فاهمهم. وللاسف الاعلام نفسه مش هيتكلم عليهم ومش فاهمهم. هقول لكم ليه. لان لو كان مثلا موسيماني مثلا هو اللي عمل التبديلتين دول كناش هنخلص. كان هيبقى فيه مثلا الشيخ بقى ومحمد فضل والرجاله كلها وسيف زاهر، كانت الرجاله كلها تطلع لليوم اللي بعديه الصبح تتكلم على التبديلتين وقد ايه هم غلط. بس عشان عملهم طبعا بروفيسور فيريرا محدش هيتكلم، محدش هيجيب سيره اي تبديلتين ان هم تبديلتين زي الخرا ولا ليهم اي لازمه اصلا. وتبديلتين اعبط من العبط بشويه اصلا وما لهمش اي تاثير في اي حاجه. انت قلبت مش عارف طريقتك 3-4-3 ولا 4-3-3 والدنيا كانت خربانه اصلا. عمر جابر والزناري دخلوا خربوها اكتر اصلا، والهستري قال لك دول هيظبطوا الملعب، دول خربوها اكتر. هم ظبطوا فعلا الملعب لصالح الاهلي مش لصالح الزمالك يعني. المهم ان انت جيت الشوط الثاني اصلا ركبت مسكت كوره. الزمالك ما راحش الشوط الثاني تقريبا كله. انت لما ركبت مسكت كوره وفرضت شخصيتك خلاص انت احسن من الزمالك بكتير. الزمالك بكتير حرفيا بكتير، وده فرق بكتير. والشحات يعني قسما بالله الشحات بيلعب 10 احسن من قفشه. يعني الشحات لو لعب 10 100% هي كده احسن من قفشه اكيد. لان قفشه ما كانش موجود والدقيقه 70 اصلا مطلعه. انا مش عارف ليه الدقيقه 70 يا ابني، مطلعه من الدقيقه 40 اصلا. يعني كتر قوي الدقيقه 70 كده، بعيده قوي الصراحه ان قفشه يطلع من الملعب. حرفيا يا جدعان الشحات نفسي اشوف الشحات في 10. الشحات يا جدعان لو لعب 10 قسما بالله هيعمل شويه اسيستات مش طبيعيه. الجول الاول طبعا عم حمدي، يعني لولا الاستلام والتسليم ده حاجه خرافيه اصلا. يعني لو حد غير حمدي كان طمع فيها بطريقه مش طبيعيه. بس حمدي بيحب اصحابه اكتر من نفسه حرفيا يعني. وكهربا جاب شريف مستواه واقع. شريف مستواه ميت الزمالك. يا عم استنى انت مستواك واقع. طب استنى انا هرجعك لمستواك. وانت مش في الفورمه انا هرجعك للفورمه تاني. يا عم والله العظيم هخليك الهداف التاريخي للنادي الاهلي. يا عم اصبر بس اصبر، انت مستواك وحش انا هرجعك للفورمه. انت زعلان ليه؟ بس و3 بونت ايزي فشخ يعني للاهلي. مش سلام.